تفتكر اول ثانويه في التاريخ كانت امتى؟ وكان شكل الحياه والتعليم قبل الثانويه كان عامل ازاي؟ هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. تعال نشوف بسرعه المشهد ده. هاي شاركس، انا محمد علي، معايا مشروع اسمه ثانويه عامه. حضرتك بتشتغل ايه؟ حضرتك انا مؤسس النهضه الحديثه، وممكن برازي في المماليك بعد الظهر. طيب عشان ادي حضرتك اوفر لازم تسيب. ازاي بس حضرتك هسيب الشغل؟ يعني ده مشروع قومي، ما ينفعش اسيب الشغل عشان اعرف انفذه. يعني مش هسيب الوظيفه؟ حضرتك كده جاي لي بوظيفه برنامج بقى. واضح ان حضرتك مجتهد جدا وانا عجبتني الفكره، بس انا اوت. ايه رايك انت يا حماده؟ هو البروفيت كام؟ ايه الربح ده؟ في المستقبل هيبقى في مدرس اسمه جي وماجد امام هيعمل حصه في الصاله المغطاه. طيب انا هدي لحضرتك اوفر مقابل 51%. طب واشمعنى الواحده؟ طيب بحب محمد رمضان. خلصتوا؟ انا اساسا مش جاي اخد تمويل. ده الواد ابراهيم ابني كل يوم كده يتفرج على البرنامج بتاعك، وبعد ما يخلص بابا عايز افتح شركه، بابا عايز افتح شركه، فقلت اجي اعزمكم بنفسي على القلعه عندي، وبعد كده نشوف الموضوع ده هيخلص ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صديقي المشاهد اللذيذ، معاك زياد السيد، وانت دلوقتي في اول حلقه من حلقات دكتور زي، المحتوى الخاص بالثانويه، واللي فكرته بكل بساطه هي ان احنا بنقدم محتوى علمي خاص بمواضيع طلبه الثانويه. فلو عجبتك الفكره اشترك في القناه. ومن الجدير بالذكر واللي لازم تعرفوا ان قناه شرح الكتب انطلقت اخيرا. الفيديو الاول فيها ان شاء الله هينزل خلال ساعات، هسيب لك الرابط بتاعها في الوصف. الحقيقه التعليم في مصر عمره ما كان من ضمن الاشياء الترفيهيه خالص. ففي سنه 300 قبل الميلاد بدات ساعتها 3 حضارات في الشرق الاوسط. الحضاره المصريه كانت منهم اولهم، والحضاره الثانيه كانت حضاره شرق الصين، والحضاره الثالثه كانت حضاره بلاد ما وراء النهر اللي هم كانوا اوزبكستان وباكستان وافغانستان والكلام ده كله. وبالرغم ان التعليم كان شيء مهم جدا 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 عند الفراعنه، الا انه ما كانش بالشكل اللي هو عليه دلوقتي خالص. فعلى سبيل المثال هتلاقي ان المدارس اللي كان اسمها في الوقت ده بر عنخ، اللي هي كانت تعني بيت الحياه بس بالكتابه الهيروغليفيه، كانت بتتقسم لاربع انواع. والنوع الاول منهم هي مدرسه العامه، واللي كان فيها معظم الشعب المصري، واللي ساعتها كانت بتدرس علوم اساسيه جدا زي مين؟ زي القراءه والكتابه. وفي نفس الوقت برضه كانت بتدرس بعض العلوم منها الادب النصي والنصوص واي حاجه ليها علاقه بالفلسفه وعلم النفس والسكه دي. وكان برضه فيها بعض علوم الرياضه، وهو ده بس اللي كانت بيدرسوه وقتها. اما بقى بالنسبه للتعليم المشابه اللي انت بتدرسه دلوقتي، اللي هي مثلا منها مواد زي الفيزياء والكيمياء والاحياء، كان مختص بمدرسه الامير، واللي وقتها كان بس مقتصر على اولاد الملوك وكمان الطلبه المجتهده جدا والفائقه من المدرسه العامه. المدارس دي كانت بتاهلهم فيما بعد ان هم يدخلوا في مناصب كبيره في الحكومه، وان هم مثلا يبقوا الهه وكهنه والكلام ده كله. اما بقى بالنسبه للمدرسين الباقيين، فكانت المدرسه الاولانيه منهم هي كانت المدارس الدينيه، ودي كانت موجوده في المعابد. اما المدرسه الثانيه فكانت المدارس الحربيه، ودي طبعا كانت مهتمه بالجيش وشؤون الجيش والكلام ده كله. استمر الحال لحد ما دخل بطالمه مصر، وعلى عكس معظم المحتلين الا انهم لما دخلوا مصر كان ساعتها مصر تقريبا بتشهد واحده من اعظم فتراتها التعليميه، لان وقتها بداوا يعملوا مكتبه الاسكندريه، وكمان عملوا جامعه ثانيه في اسكندريه غير جامعه الاسكندريه اللي موجوده دلوقتي. والاثنين دول كانوا محطه علم مش بس موجوده في مصر والشرق الاوسط، لا ده كمان موجوده في العالم كله، لدرجه ان في مصدر من المصادر بيقول ان ارشميدس واقليدس كانوا بيجوا يدوا محاضرات في جامعه الاسكندريه دي. والحقيقه ان الحال استمر كده في التعليم بدون اي نظام واضح، يتنقل من الكنائس للمساجد، ما كانش فيه اي نظام واضح للتعليم، ولا كان فيه وزاره ولا فيه اي الكلام ده، لحد ما جه واحد يعتبر مؤسس النهضه الحديثه واهم حاكم للدوله العثمانيه، الا هو مين؟ محمد علي. لا مذاكر دراسات كويس يعني، مش هزار. محمد علي كان عارف كويس جدا جدا ان مفتاحه لبناء الامبراطوريه اللي هو كان بيحلم بيها هيبقى هو التعليم. وفهم كمان انه من خلال الاهتمام بالتعليم والجيش هيقدر يحقق تقدم رهيب في باقي المجالات، وهو ده اللي حصل فعلا. وبدا ساعتها فعلا محمد علي يبدا يطور في التعليم عن طريق البعثات الاوروبيه. اول حاجه ان هو بدا يجيب كوادر من بره يخليهم يجوا مصر يدرسوا في مصر، هي انه كمان بدا يرسل طلاب موجودين مصريين يخليهم يتعلموا بره. الحقيقه ان هو مش بس اكتفى بالبعثات، لا ده كمان بدا يعمل المدارس، وساعتها عمل اول مدرسه اوليه، والمدارس الاوليه دي حاليا بتحاكي او بتعادل مدارس الابتدائيه. كمان بدا يعمل المدارس الابتدائيه اللي هي حاليا بتعادل الاعداديه، وكان بدأ يعمل المدارس التجهيزية اللي هي حاليا بتعادل مين؟ ايوه كده صح معايا، هي فعلا المدارس الثانوية. وبكده يكون محمد علي مش بس عمل مذبحة المماليك، لا ده كمان عمل ثالثة ثانوي. استنى بس، انت رايح فين؟ انت هتقفل الفيديو ولا ايه؟ ده انت لسه هتعرف دلوقتي ان البنات في سنة من السنين كان عليهم 6 سنين ثانوية عامة. الحقيقة بالرغم ان فعلا الثانوية بدأت في عصر محمد علي وتحديدا سنة 1825، الا انه لسه في اختلافات كتيرة جدا ما بينها وما بين الثانوية اللي موجودة دلوقتي، لدرجة ان اصلا اسمها قبل كده كان اسمه الشهادة العمومية مش الشهادة الثانوية.
ثانويه، ما كانتش 3 سنين ولا حاجه، دي كانت 4 سنين اول ما ظهر. عايزك تركز معايا دلوقتي عشان الحته دي واعره قوي. وفضل الوضع على ان هو عليه لحد ما وصل للتغيير سنه 1891، ولو ان الطلبه ساعتها مش مكتفي ب4 سنين قال لك لا احنا هنديها 5 سنين. الطلبه مش عليها مجتهده ودحيحه. الحقيقه لما الطلبه فيصت خالص ولقوا ان 5 سنين ده مستحيل خالص، فقاموا منزلينها تاني مش بس 4 سنين، لا نزلوها 3 سنين. تروح انت قايل لي طب خلاص كده ده 3 سنين يعني خلاص احنا هنكمل بقى لحد موجود دلوقتي. اقول لك لا الكلام ما كانش بالبساطه دي، لان هم بعديها بكام سنه رجعوها تاني ل4 سنين. يعني هي كانت 5 وبعد كده بقت 4 ومش عارف، والله اصعب من لم الاجره في الميكروباص. الحقيقه ان وزاره المعارف في الوقت ده ما كانتش بس مجرد بتصدر قرارات وتجرب تجارب وخلاص، لا لان الموضوع ساعتها كان فعلا في ثورات لا. وكمان مصر ساعتها كان فيها الاحتلال الانجليزي اللي قعد 70 سنه. كل الكلام ده اكيد كان بيأثر على جوده القرارات في الوقت ده وجوده التجربه نفسها. فبعد ما كانت مجرد 4 سنين رجعوها تاني 5 سنين. بعد كده بصراحه ظهر احد الاشخاص العنصريين قال لك لا ال5 سنين دي هتبقى اولاد بس والباقي هيبقوا 6 سنين. بعد كميه التغييرات دي هنبدا ساعتها دلوقتي بقى نطير لسنه 1977، واللي ساعتها بدات فعلا يحصل الفورميت الحقيقي او المظهر الحقيقي اللي عليه الثانويه لحد ما هي موجوده دلوقتي. لان هم ساعتها بداوا يرجعوا الثانويه وخلوها 3 سنين بس. ومش بس خلوها 3 سنين، لا ده قبل كده كل الفترات اللي انا قلت لك عليها دي كان مجرد السنه الفاصله، برضو كانت السنه الاخيره من الدراسه. الا ان هم اول ما حطوا نظام ال3 سنين ده اللي هو سنه 1977 خلوا الثانويه مقسومه على مرحلتين، اللي هي سنه ثانيه ثانوي وسنه ثالثه ثانوي. تخيل كده معايا لو في اهل عندهم مثلا ولدين اللي هم ورا بعض على طول هيقعدوا 4 سنين عايشين في ثانويه عامه. وبرضه حصل تغيير تاني، بس التغيير هنا بقى ما كانش على عدد السنين الا انه كان على عدد اهميه السنين. فحيث ان قبل كده كان الموضوع ثانيه وثالثه ثانوي بس، الا ان هم لا جوهم بعد كده قال لك لا احنا هنخلي الثانويه على 3 سنين كاملين، اولى وثانيه وثالثه. فالاولى وثانيه وثالثه بقوا بيأثروا في دخولك للكليه المعينه. فتخيل لو نفس الاب والام اللي كان عندهم ولدين ورا بعض هيقعدوا 6 سنين ثانويه. الا ان النظام ده بصراحه ما استمرش كتير ورجعوها بعد كده لثانيه وثالثه ثانوي. وعشان تعرف المعلومه كامله ان ساعتها بعد ما خلوها ثانيه وثالثه ثانوي كان في حاجه اسمها مستوى رفيع وكان في حاجه اسمها تحسين. التحسين ده اللي هو انت دخلت ماده مش عاجباك، انا المصدر اللي قريت منه بيقول ان هو تقدر تخش تمتحن فيها 5 مرات. يعني انت متخيل؟ طبعا مستوى رفيع هو ماده انك تمتحنها بعد كده تديك تقريبا 2.5% لو قفلتها. والنظام ده خلى المجاميع في مصر بقت فلكيه، لدرجه ان انا شخصيا اعرف المستر بتاعي اللي كان موجود تقريبا الثانويه العامه بتاعته كانت 2010، بيقول ان هو كان تقريبا جايب 99.8 على ما اتذكر يعني من وقت الحصه ساعتها. وما قدرش ساعتها يدخل حتى صيدله حكومه لان هي كانت تقريبا بتاخد من 100% وحاجه، وطب وقتها كانت بتاخد 103 حاجه كده. فالموضوع كان ابن لذينه خالص يعني. ونوصل بقى بعد كده تعديلات البرلمان سنه 2012 واللي فيها خلاص تم الاقرار بان الثانويه تبقى سنه واحده بس اللي هي ثالثه ثانوي اللي موجوده دلوقتي. وان مش بس كده، ده احنا كمان هنلغي التحسين وهنلغي المستوى الرفيع لان هم ضربوا المجاميع في سنه. وبعد كده نوصل ان شاء الله لسنه 2024 اللي هي بصورتها الحاليه واللي بعد كده تقريبا هتتغير تبقى مسارات. عايزك بقى دلوقتي تروح تتنطط على صاحبك وتقول له كل المعلومات اللي انت عرفتها دلوقتي، وما تنساش تشترك في القناه عشان تعرف بعد كده ان شاء الله في الحلقات الجايه ايه هي تاريخ الكليه اللي انت ممكن تخشها بعد كده. لو عجبك الفيديو ساهم في انتشاره واديله لايك. هي دي كل المعلومات اللي انا قدرت اجمعها من المصادر المتاحه، لان ما فيش كتب موجوده بتتكلم عن الموضوع ده، وكمان الابحاث الموجوده قليله جدا وما فيهاش معلومات كتير. حتى الموقع الانجليزي مش موجوده كتير في الموضوع ده. فعلشان كده كل المواقع اللي انا جايب منها المعلومات اللي انا قلتها لك هسيبها لك تحت في الوصف لو عايز تبقى تبص عليها. افتكر دايما ان الثانويه مع الدكتور زي غير اي ثانويه. اشوفك فيديو جديد، مع السلامه.